في عميل هيقول لك ابعت لي التفاصيل على الواتساب، ابعت لي الاسعار، ابعت لي البي دي اف، هراجع وهرد عليك، وفي الاخر سين سكوت، محدش بيرد. الناس فاكره ان الجوستنج او ان هو ما بيردش عليك اصلا هي قله ذوق، بس هو في الحقيقه خصوصا عندنا في المنطقه العربيه ده غالبا هروب من توتر القرار. مش عايز يقول لك لا عشان ده بيفتح نقاش وتبرير وضغط فبيختفي. في بقى حاجة أخطر، الرفض عموما بيقفل الموضوع، لكن السكوت بيسيبك متعلق، تقعد تراجع في المسجات وتقعد تبعت له ها بتابع معاك ايه الأخبار، وصلنا لإيه. الجراحة بقى هنا، ما اضطرتش العميل، اديله الحق ان هو يرفض عشان تقلل المقاومة اللي عنده، تنزل كتافه. تبعت له رسالة واحدة بس، آخر رسالة تبعتها له تقول له أنا حاسس إن الموضوع ممكن يكون مش أولوية عندك دلوقتي، وده عادي جدا. تحب نقفل الفايل بتاعك عندنا ونرجع نتواصل مع بعض تاني في خلال ال3 شهور أو 6 شهور الجايين؟ واسكت، متتكلمش تاني. لو رد عليك وقال لك اقفله، باشا انت كده وفرت وقتك والحرق اللي انت عمال تحرقه. لو قال لك استنى فده معناه ان انت خدته لقرار واضح بدل السكوت اللي انت كنت عايش معاه فيه. الخلاصة واللي عايزك تحطه في دماغك ان انت في الحالتين كسبان.